أفهم من هذا معالي الوزير أن الوزارة ليس لها ميزانية كباقي الوزارات؟ هناك نثرية بسيطة لمكتب الوزير، وهذه النثرية لا نستطيع من خلالها حتى تكملة متطلبات مكتب الوزير. نحن ندعو كما قلت المجلس النواب حتى تكون لدينا ميزانية. الوزارة السياحة في مختلف دول الآن لديها ميزانيات كبيرة وكبيرة جدا. قطاع السياحة قطاع كبير جدا. السياحة في العراق متعددة، ونطمح إن شاء الله من خلال تفعيل كل هذه السياحات إلى أن تكون كما قلت مورد مهم، وهذا لا يأتي إلا بميزانية من قبل الدولة لكي تكون هناك تداخل، أو لكي تعتمد السياحة. نعم، قد تقول أن السياحة تعتمد على القطاع العام والقطاع الخاص، ولكن القطاع العام المتمثل بوزارة السياحة يجب أن تكون له ميزانية، ويجب أن تكون له حقيبة وقانون نستطيع من خلاله تفعيل هذا القطاع. وزارة السياحة في إقليم كردستان ووزارة المركز، ما هي نقاط التلاقي معالي الوزير، وما هي مدى التنسيق في قطاع السياحة المحلية والعالمية بينهما؟ نعم، هناك تنسيق بيننا وبين الأخوة في إقليم كردستان. هناك زيارات متبادلة بين كوادرنا وكوادرهم، وإن شاء الله العراق واحد، سواء كان إقليم كردستان أو بقية العراق. نأمل إن شاء الله بالمستقبل أن يكون التنسيق كبير وكبير جدا باتجاه تفعيل قطاع السياحة